السلام عليكم. أتمنى أن صوتي هذا يوصل لكل بيت ولكل يمني حر عنده حمية وغيرة وشهامة. ما هو الذي جرى عليكم يا شعب اليمن؟ ما لكم؟ وين غيرتكم؟ وين حميتكم؟ إيش الذي جرى؟ إيش الذي حصل؟ حسبي الله ونعم الوكيل. جارتي إنسانة محترمة خطف الحوثي قابلتها قبل 4 أيام، كانت منهارة، قامت تحكي لي قبل لا تنتحر، جلست بس من بعد ما خرجوها الحوثيين جلست يومين وانتحرت. قاعدة أقول لها إيش الذي حصل، احكي لي. قالت لي أنا كنت ماشية في الشارع على العصر الساعة 5، جو الحوثيين خطفوني وودوني مكان بدروم تحت الأرض مليء بالبنات الصغار اللي عمرها 16 واللي عمرها 17 واللي 18 واللي حافظت قرآن، في منهن اللي انتحرين بعد الاعتداء عليهن. المرأة عندنا مقدسة، خط أحمر. يجي الحوثي الجبان يتهجم علينا ليش؟ الحوثي اعتدى على شرفكم يا أهل اليمن، ما عاد فيش معتصم. بيعتدوا على النساء العفيفات الشريفات. احنا أشرف وأطهر نساء الأرض، يجي يعتدي على الشريفة الطاهرة بحجة ايش؟ بحجة جهاد النكاح. عليكم لعنة الله يا حوثيين، عليكم غضب الله. انتهكتم حرمة المنازل. خلاص يا شعب اليمن، يكفي ذل، يكفي خوف. بتخرجوا تدافعوا عن أرضكم وشرفكم، ولا احنا بنخرج نحرر أنفسنا بأنفسنا وانتم تروحوا تدفنوا أنفسكم؟ باطن الأرض خير من ظاهرها. المثل يقول يا فرعون من فرعنك؟ قال ما لقيت اللي يصدني. بياخذوا الأطفال بيجندوهم، وانتم عارفين ايش بيعطوهم حبوب منع حمل. انتم عارفين حبوب منع الحمل هذه ايش بتسوي؟ بتخلي الواحد مستأنف، بيتحول للوطي. يكفي جهل. الحوثي يعتدي حتى على الأراضي، يبسطوا على الأرض بالقوة وياخذها بالقوة وبقوة السلاح. انتم يا شعب اليمن مسلح قادرين تنهوا الحوثي في ساعة واحدة. حتى المساجد ما سلمت. بيوت ناس علشان قالوا كلمة حق قاموا فجروها. أي واحد فقط يشتبهوا فيه يقوم يفجروا بيته. طيب وليحين والله كل ما طول السكوت هذا كل ما الحوثي دعس عليكم وعلى أفواهكم. يا تخرجوا يا تدفنوا أنفسكم. أشرف تحت الأرض وباطن الأرض خير لكم من ظاهرها. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ساكت وفي كل من رضى أنه بنت اليمن تنهان ويتدنس شرفها من واحد مجوسي حوثي.